تلقى اللاعب المغربي سفيان بوفال عشرات التعليقات الحادة والانتقادات الكبيرة بعد مستواه الذي ظهر به في مباراة المغرب أمام زامبيا الأخيرة في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أفريقيا المقامة حاليا بساحل العاج، الشيء الذي جعل سفيان بوفال يقوم بردة فعل مفاجئة تؤكد بأنه تأثر فعلا بهذه الانتقادات الكبيرة من فئة مهمة من الجمهور المغربي. فما طبيعة هذه الانتقادات التي وجهتها الجماهير لبوفال، وما رد الفعل الكبير الذي قام به اللاعب المهاري؟ هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو، لكن قبل ذلك لا تنسى الاعجاب بالفيديو ومتابعة الصفحة والاشتراك في القناة، وهيا نبدأ. تلقى النجم المغربي سفيان بوفال جناح المنتخب المغربي ونادي الريان القطري انتقادات كبيرة بعد أدائه أمام زامبيا، وخصوصا فيما يخص المراوغات الزائدة وكثرة الاحتفاظ بالكرة وعدم تمريرها للزملاء واللعب بشكل فردي بدل اللعب الجماعي. لكن بعض هذه الانتقادات كان حادا ولم يتقبله سفيان بوفال إطلاقا، حيث قال أحدهم: تهلا شريف بقى تفتف في المباريات جايين، تهلا تبقى تشد الكرة وتعطيها للخصم بالدريبلاج الزايد اللي فيك، ورجع صاحبي تعاون الدفاع وما تجعرناش وما تكرهناش في الكرة. انا ما فهمتش كتمشي لك الكرة وكتبقى تعجن تقول مارادونا انت. وقال اخر: شفتي انت وأناحي الى ما هضرش معكم وليد غترجعونا في الطيارة الاولى، بزاف على الطميع، واش فيكم شي عقد؟ تعلاك بزاف، شوفوا امير كورته نقية بزاف، تعلموا منه. وقال آخر: فينيش والو أبا سفيان الله يرحم لك الوالدين، راه كاين واحد معاك في فرقة سميتو تسعود رأس حربة، خاصو الكرات من جهة الكورنير أو نقص شوية من الزواق، إفريقيا خاصها ضرب للسق، تحياتي. وقال آخر: خويا بقى تطلق كرة الله يرحم الوالدين، ما تبقاش تدريبلي وتفنن بزاف، راك دير لنا الأعصاب في الكرش. بالإضافة لعشرات التعليقات من مثل هذا القبيل، وتعليقات حادة جدا احتراما للمشاهدين لن أقوم بعرضها. أما رد الفعل الذي قام به سفيان بوفال بعد تلقي هذه الانتقادات الكبيرة، فقد قام بغلق التعليقات في وجه الجمهور من على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وذلك حتى لا يتلقى انتقادات أخرى من مثل هذا القبيل، وحتى يبقى مركزا على المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا في دور ثمن نهائي كأس أفريقيا. طبعا من حق الجماهير المغربية أن تنتقد لاعبي المنتخب الوطني المغربي وأن توجه لهم النصائح، ولكن يجب مراعاة نفسية اللاعب خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تحتاج من اللاعب أن يكون بنفسية جيدة وتركيز عال من أجل أن يكون جاهزا من جميع النواحي لمباراة الثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.